ساعات كتير الواحد لما يجي يحقق حاجة كبيرة في حياته بيحط لنفسه عوائق وحواجز إن هو ما ياخدش خطوة لقدام. الحواجز دي ساعات بيسموها العوائق النبيلة. إيه العوائق النبيلة دي؟ دي بكل بساطة إن أنت تفكر في العواقب السيئة اللي هتحصل لو حققت أهدافك. طيب إيه أمثلة العوائق النبيلة؟ في إن أنت مثلا لما تحقق إن أنت يبقى معاك فلوس كتير إن أنت هتفتن بيها، أو إن أنت مثلا لو رحت الجيم هيبقى شكلك وحش قوي وشكلك ضخم وأنت مش عايز يكون شكلك ضخم، او ان انت لو اترقيت هتبقى ظالم وهتدوس على الناس في طريقك. كل العوائق دي بيبقى المنبت بتاعها والنابع بتاعها ان انت اوقات كتير بتبقى خايف من التغيير نفسه، وبتحط العوائق والحواجز دي علشان تقول لنفسك وتبرر لنفسك انت ليه مش بتاخد خطوات كبيرة تحقق بيها انجازات كبيرة. لان فكرة مسؤولية ان انا محتاج اعمل خطوات علشان احقق حاجات كبيرة مسؤولية كبيرة على الواحد، وساعات المخ بيتهرب منها. أعمل إيه؟ بكل بساطة هي النية. النية أنا ليه عايز أوصل للأهداف دي وليه عايز أحقق النجاحات دي، واكتب الحاجات الجميلة اللي ممكن تحصل لي لو عملتها. ده بكل بساطة هيحميني وهيساعدني إن أنا أتغلب على العوائق النبيلة.